حبايبي يا رجاله صباح الفل. يعني ايه فرد حمام سالك؟ يعني ايه فرد حمام سالك؟ يعني ايه فرد حمام سكته خضرة كده؟ النهارده ان شاء الله في الحلقه ديت هقول لك يعني ايه فرد حمام سالك، وانا ازاي كوليد ما عطلش نفسي او ما ضيعش وقتي في نتايه بتغيب لي 3 4 اشهر وتبيض، او ذكر يفوت لي 5 6 حصويات ويعمر لي حصوايه والكلام ده كله، وتلاقيني خلصت الموسم وفرخت لي حته واحده. طيب تعال الاول كده نصب على الحاج احمد كده وبعد كده نخش في حلقتنا. صباح الفل يا حاج احمد. بركه يا جميل، ازيك وازاي مزاجك؟ الحمد لله. يعني ايه فرد حمام سالك يا احمد؟ ماشيه ماشيه ماشيه. بص يعني بتسبح، عارف انت لما يقول لك يا عم والله يعني سايبها لله كده وسالكه وماشيه معاه. انا هوريكم دلوقتي يا شباب، يعني هوريك دلوقتي قص واثنين وثلاثه اسمهم سالكين. ما كانتش بتبيض. والله العظيم القصه اللي انا هحكيها دي حقيقيه والله يا شباب. الحكايه اللي انا هحكيها لكم ديت حقيقيه عن الجوز دول وجوز واثنين وثلاثه. الكلام ده من ايه؟ من 3 4 اشهر بعنا قص صوافه لحد لقيته رن عليا بعد حوالي شهر ونص كده، قال لي يا وليد، قلت له نعم. قال لي القص الصوافه اللي انت بعتهم لي الذكر ما بيعمرش والنتايه بتبيض بيضه واحده. ازاي يا جدع؟ قال لي والله ده اللي حصل. انا معلش انا اسف، انا عايز ارجعه. يعني انا هتهبل، عقلي هيشت مني. ما بيعمرش ازاي؟ مفيش حاجه اصلا تمنعه انه يعمر. خلي بالك يا احمد، انا في اليوم ده انا قعدت اكلم نفسي، مفيش حاجه تمنع الذكر ده انه يعمر. عيل صغير شاب ابن السنه، عيل صغير يعني مش طوله 60 سم ولا حاجه، فرد عادي، فرد صافي كويس تمام، ومفيش حاجه تمنعه انه يعمر. قلت له مش بقول لك ايه، هات يا عم القص. كانوا واخدهم اصلا مني بقول لك ايه ببطين ورغيف، واخدهم مني ببلاش تمام. المهم جاب الجوز، والله 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 اقول لك ايه، بس يعني مش عايز احلف كتير، 10 ايام الذكر بيخلي النتايه في المحضر وهم لسه في الاستقبال. ما هو انت عود نفسك، فرد الحمام بتاعك اللي يخرج بره ويرجع ما بقاش بتاعك. فرد الحمام اللي ينزل من بيتك يروح بس على المصيف ويرجع ما بقاش بتاعك، ده استقبال تاني. في الاستقبال والله رجاله 10 ايام لقيت النتايه متبيضه، اول بيضه ماشي. انت الذين ما هو اصلا قايل لي انت بتبيض بيضه واحده، جيت ابص لقيت عليها البيضه الثانيه. ما شاء الله كويس. يبقى باقي حاجه كمان اللي هي ان الذكر بقى يعمر، اللي هي اصلا كانت مشكلته معاه تمام. 4 ايام لقيت احمد بيرن عليا الصبح، يا معلم قال لي صاحبك عمر يا معلم، صاحبك عمر يا معلم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ايه يا عم اللي حصل؟ فهو ما كانوش جايين مع الراجل سكه، مش سالكين معاه، لسه ما الدنيا ما دارتش. وده برضو مشكلتنا في الحمام، احنا بنبقى دايما مستعجلين. الجوز اللي بتكلم عليهم يا شباب، الجوز اللي بتكلم عليهم هم الجوز دول. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. القص دول يا شباب، حتى كان في مره يا شباب انا كنت عارضهم للبيع. شوف الذكر اهو، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، ده الذكر ودي النتايه. بص يا رجاله المفاجاه، بص المفاجاه ما شاء الله اللهم بارك. ده الحمام اللي انا بقول لك عليه حمام سالك يا عم احمد، حمام داير، حمام زي ما انت قلت. انت قلت لي ايه من شويه كده، ماشيه معاه ماشيه. عندك ايه تاني يا احمد هنا ممكن تقول عليه حمام سالك؟ يعني ممكن تقول عليه حمام سالك هنا في جنبة النش حتى على الاقل. هنا المساويد يا احمد سالكين ودايره معاهم، وممكن نقول يا احمد يعني ليك رزق فيهم، صح كده؟ ماليش رزق في القش، بنهدق في النش، ما عنديش ومالكش بخت في البول البيض، يعني تقعد الموسم كله تفرخ 1 ولا 2 ويموتوا. فرخت 2، فرخت الموسم دون الابلق الاحمر فرخت كتير يا احمد منهم الموسم ده. فرخت كتير الموسم دون، كل اللي وقفت منهم 2 2 بس، والله ماليش رزق فيهم. طيب شوف، هو مع انه هو عارف ان انا هقوله ده دلوقتي، مع انه بقول لك انا ما شاء الله انا ليا رزق في المساويد، الخضر ما عنديش رزق فيهم. مالكش رزق فيهم سبحان الله. مع انك يا احمد تقول لي المساويد ليا رزق فيهم بفرخهم كتير، بس عندك فيهم مشكله ثانيه، يطلعوا كلهم نتي ودايما. حاسب بقى يا معلم، ايه طلعت 3 ذكور السنه دي. طيب يا عم ما شاء الله ما شاء الله، يبقى طلع منهم 3 ذكور. والله يا رجاله والله في الموسم اللي فات كنا مطلعين 4 زغاليل، 4 فرحان بيهم. ال4 نتي والله ونزلوا، ال4 نتي ونزلوا. فما شاء الله في حمام بيبقى سالك. طيب انا بقى ليا معاك بقى ايه كلمتين مهمين جدا يا عم احمد، ومع اي حد دلوقتي من حبايبنا. البنفسجيات ما شاء الله احنا فرغنا منهم الموسم ده كتير، وخرجنا منهم كتير، خرجنا منهم حمام بزنه وحمام غير زنه. بس انا عايز اقول لك حاجه بقى يا محمد،
لان انا في ناس بتقابلني عندها المشكله دي. انت دلوقتي عندك نتايه مثلا سكروتاي تغيب لك 3 4 اشهر وتجيب لك بيضه، ماشي، تغيب شهرين 3 وتقوم محصله لك حصويتين وحصوها عاملين حصوه مش عمرانه. انا عايز اعرف انت بتحطها في حسبانك ليه؟ انت بتعمل حسابك عليها ليه؟ يا عم ما تركن يا عم امها يا عم وتشوف اللي وراك يا عم. ده موسم الفرخ شهرين 3 بنعرف نفرق فيهم، وده اللي بيزعلني. انت دلوقتي عندك نتايه، يعني انا افتكر في موسم من المواسم كان عندك نتايه بقى حمراء كانت حلوه طويله وخد تقيل ومرسومه، ماشي. انا لقيته طالع في يوم قال لي يا عم بلاش قرف يا عم، وقام ماسكها رماها في لفت التشبيه. حصل يا عم ولا ما حصلش؟ النتايه راحت فين يا احمد؟ دي واحد بتاني كده. فايه يا عم في؟ قال لي يا عم وليد ده انا ناقص مرضيه يا عم وليد، ده هي اصلا قال لي انا هاخدها خليها تبوظ عندي. هو حر خلاص بقى ومديها له هديه، بس هو المقصد ان هو ما ضيعش وقته فيها بقى يا عم احمد. انت هتقعد لها اقعد جنبها رجاله؟ لا يا باشا اقسم بالله العظيم انا افرق اقل منها في المستوى وما اقعدش استناها كل 3 4 اشهر ترد لي حصوايه. يا عم انا ناقص مرضيه، انا ناقص وجع دماغ. نقولها ازاي؟ نقول بطلنا اللي عطلنا. والله العظيم يعني المفروض فرد الحمام. والله ما ده سمع فرجك على صفه حلوه. فرجنا على صفه حلوه. تصدق بالله يا احمد انا زعلت، يعني بمناسبه الصوافه والله انا زعلت. اقول لك زعلت من ايه بقى؟ كنت عملت حلقه يا احمد من حوالي شهر كده، كنت بتكلم فيها والله عن الصفر والعاده. الحلقه كانت للافاده عشان ما يضحكش على الواحد ويلبس فرد العاده، او يضحك على الواحد ويشتري فرد عاده ويتقال له صفر. في ناس في التعليقات استوعبت او فهمت الحلقه، وفي ناس في التعليقات قالت لك ايه يا عم ده الحمام اللي انت طلعت بيه كله شويه عادات مش صوافه. تمام ماشي يا سيدي، انا يا عم والله العظيم اقل، وانا ما عنديش اصلا يعني والله يا رجاله انا حتى يوم الحلقه ديت ما كنت بعت حمام ولا كنت عرضت. قال لي كل اللي انت يا عم شويه الاسرات اللي انت عرضتهم دول. لا لو عندك من دون تعال وريني. لا والله الناس كلها عندها خير كلها احمد، والله العظيم الحمام كله موجود والدنيا كلها عندها حمام. تمام ده ابننا يا شباب. بص بقى يا باشا، ده انا ما بطلعش بالحمام ده، بس هو قال لي على الحته دي من قيمه يومين، ماشي. انا ممكن اكون عندي حمام بس ما بخرجوش لحاجه. لا وانت بتطلع للافاد، انا بطلع يا عم اوريك فرد. انا بطلع في ايدك اللي انت الفرق ما بين ده وما بين ده. هو انا طب ما انا عارف الفرق. طب ما انا عارف الحلو من الوحش. وعندي ده ما بنش منه، وعندي ده ما بنشش منه. لما اوريك 6 حمامات وتشوف ان هم ال6 اصلا حمام استرالي، يبقى انت معلش انا اسف في اللفظ انت ما بتشوفش. بص ده اول مره يطلع. اللهم بارك. لا خش احمد على الكاميرا اللي هي الكاميرا كده مش هيبان جمالها. عامل ازاي؟ اللهم بارك. مفيش يا باشا اصلا، مفيش فيه عظم اصلا. ما شاء الله طبعه حلو قوي. جبلته اهو. الناس اللي بيقول لك انت ما عندكوش حمام وابن السنه. لا والله يا احمد الدنيا كلها عندها حمام ما شاء الله. لسه عليه 3 ما شاء الله. ربنا يبارك. ما شاء الله عامل ازاي؟ ما شاء الله يطلع ولد يا احمد صح؟ هيطلع ولد مميز ما شاء الله. يعني بنقولها في لغه الحمام يا احمد فرد حمام شايل يافطه قدامه ما شاء الله صح كده. احنا بقول لك ايه، لو جيت اقول لك ان الفرد الحمام ده طالع من تحت قص حمام كويسين الذكر جامد تمام، ونتايه معقوله، مش لازم مش لازم اروح الدب. لا والله انا كلامي كله لمصلحتك. كلمه الدب دي حط لي تحتها 100 شرطه، لان في ناس بتتحدف متخيله ان هي عشان تفرغ فرد حمام كويس لازم تدفع الافات مؤلفه. لما انا افرغ واحد زي دي كده، بغبغان زي دي كده يا باشا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بص يا رجاله اللهم بارك. قالش كمان اصلا فرد الحمام ده في قلش. فرد الحمام ده في قلش. يعني في ناس اصلا تقوم بقى ايه عامله لك كده عشان تبين لك صغر دماغه. لا شوف بص انا بعمل لك ازاي عشان ابين لك يده من هنا. بص يا رجاله وشه فين، بص وشه فوق فين، وده اللي احنا بنقول عليه وده اللي احنا بندور عليه وده اللي احنا بنسعى عليه. بص لون عينه، بص شاتقه وعينه قريبين ازاي ولابسين ازاي. اوب تمام ما شاء الله يا احمد. تسلم ايدك والله يا احمد ربنا يبارك. ما شاء الله ربنا يبارك. والله عيل ابن السنه والله. احمد انت لفتت نظري النقطه ان شاء الله رجاله والله. ماشي وعادي يا عم، وبيطلع اوحش منه. احنا طبعا وطلع له احلى منه ويموت واخيك حمام. ابوه يا عم والله ابوه اقسم بالله ابوه عالمي. بصوا يا رجاله ان شاء الله كل حلقه والله ابقى اعمل لكم فرد ولا فردين كده فرجه في الاخر كده نستمتع بيهم مع بعض. ده ابوه ما شاء الله.
ده رجاله فرد حمام اعور عندي يعني، انا اصلا لا ده هو اللي ما انا كانش شغال اعور، بيه. هو ما كانش اعور اصلا. هي عينه طارت ماشي، ده اللي انا شغال بيه يعني، ده اللي انا يعني شغال بيه. بص يا ده- رجاله بيفرخ فرخه عامل ازاي، والاشكال اللي بيطلعها عامله ازاي. ربنا يكرمك يا عم احمد ويرزقك الخير ده استرالي يعني على قدنا كده. حبيبي. لا والله انا زعلت ان انت مش فاهم، وانا طالع كمان يعني بحاول بقدر الامكان افيدك. وانت سمعت تعليقات مالهاش لازمه، بس ما قلناش بنشغل بالنا. حبايبي يا رجاله صباح الفل، عشان انا اسف وصلنا للدقيقه 10. دي كانت حلقه النهارده، ربنا يكرمكم ويرزقكم الخير والحال لكل حد كل اللي بيتمناه. كان معكم الشباب في الوليد عبد الرحمن والحاج احمد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.